زي ما احنا بننتقد قناة الزمالك دايما، برضو الغلط بنقول عليه غلط. في قناة النادي الأهلي أكنك بتتفرج على قناة نادي الزمالك بالظبط. عارف ليه؟ لأن جايب لك فيديو مهزلة، والله مهزلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت في بداية الفيديو تصلي على النبي، ولو مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي حالا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. ما تنساش اللايك والشير للفيديو. في البداية أنا عايزك تسمع الفيديو ده للنهاية، وعايز لايكاتك على الفيديو ده، عايز الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. في البداية اسمع معايا المهندس عادل القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بيقول إيه. أنا هقسم لك بس الفيديو بتاعه أجزاء عشان نرد عليه واحدة واحدة، عشان الكلام ده خطير جدا، ما ينفعش يخرج من رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي. يلا بينا نسمع. الجميع منشغل بفكرة عايزين فيرود، مع ان احنا كل الماتشات اللي هربت النتيجة مننا فيها لو لم يدخل فينا اهداف لفزنا فيها. ما هو طبيعي يعني لو أنا كسبان وما دخلش فيها جوان هكسب. إيه اللي أنت بتقوله ده يا أستاذ عادل؟ يا باشمهندس عادل، يعني أنا كسبان ولو ما دخلش فيها جوان ما هو طبيعي إن أنا هكسب. أنت بتقول إيه يا حاج؟ يا حاج صباح الفل. وتقول لي الاهلي مش محتاج مهاجم؟ طب انا عايز اعرف انت قيمتها ازاي. اقول لك المفروض تقيمها صح ازاي. انت المفروض رئيس شركه كوره، مش احنا اللي نقول لك. اقول لك بص يا باشا، صل على النبي. انت بتحسب المهاجم من الفرص اللي اتيحت ليه. يعني المهاجم ده حصل على 5 فرص احرز منها هدف، فبالتالي ده مهاجم على قد حالاته. دايما طبعا اي لاعب في الدنيا في اوقات ما بيكونش موفق فيها، اي لاعب في الدنيا كده، بس في بديل ليه على الاقل النادي ما يقفش عليه شويه، تريح اللاعب ده وتجيب بديل او تنزل البديل بتاعه والدنيا هتتحرك. انما محمد شريف وشادي حسين، ايه انت شايفهم ايه؟ يعني الفرصه اللي قدام حضرتك دي. الله يا احمد، الله على عزفك، الله على تمريرك، الله على الثالث. خلصها. لا. الفرصه دي كانت في مباراه فلامينجو يا استاذ عدلي يا قيعي في كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي كان كسبان 2-1. الانفراد ده الكره الوحيده اللي جت لمحمد شريف. لو كان احرز منها الهدف الثالث للنادي الاهلي كنت دبحت فلامينجو وخدت برونزيه كاس العالم. كان المباراه 3-1، خلاص الماتش انتهى. اما محمد شريف الفرصه اللي جات له شفت انت اتعامل فيها ازاي. تقول لي الاهلي مش محتاج مهاجم؟ يا راجل ده احنا ما عندناش مهاجمين. قول لي انت، احنا ما عندناش مهاجمين، انت كان عندك 3 مهاجمين: محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن. مارسيل كولر قال لك عايز مهاجم، طلعت حسام حسن اعاره وما جبتلوش مهاجم، مخلي له محمد شريف وشادي حسين. طيب تقول لي الاهلي مش محتاج مهاجم؟ طب بناء على إيه انت قلت الكلام ده؟ ده المدير الفني ذات نفسه بيقول لك انا عايز مهاجم، تيجي انت تقول لي انا مش عايز مهاجم؟ كمل يا استاذ عادل عشان نرد عليك. عندنا تنظيم دفاعي لا مضطرب جدا جدا جدا. مفيش ناس بتتمشى لحد خط ال 18 عندك عشان تختبر صلابة خط دفاعك. خط الدفاع ربما يكون بيتعرض لضغط غير لائق من أداء منظومة الدفاع التي تبدأ من الهجوم. عندنا خط وسط اللي هو الأفضل، أشدنا بيهم كثيرا، ولكن هم مسؤولين بالدرجة الأكبر عن أي أهداف بتخش فينا دلوقتي. في الخلاصه المهندس عادل القيعي بيقول لك خط الدفاع عندنا مضطرب، بس هو عايز يشيل الليله لخط الوسط اللي هم حمدي فتحي اليو ديانج. طيب الاهلي في مباراه صن داونز كان بيلعب بالاثنين، والاثنين مركز 6 واستقبلنا 5 اهداف. ماشي، هل ده حارس المرمى ملوش ذنب؟ ليه ذنب في اهداف. خط الدفاع ملوش ذنب في اهداف؟ ليه ذنب في اهداف. يا راجل انا واحد من الناس بمؤيدين محمد عبد المنعم، بس محمد عبد المنعم هات له جنبه مساك عالي واتفرج على محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم تعب من اللي حواليه والله، مره ياسر ابراهيم، مره رامي ربيعه ومحمود متولي، وبقى لهم اخطاء. هو يعني قبل ما بيروح يغطي مكانهم الكوره بتلعب مكانه جوه. بص يا استاذ عادل، انا هرد عليك رد منطقي جدا، وحضرتك يا ريت تشوف الفيديوهات اللي بعرضها دي. انا مش هكلمك على دوري ابطال افريقيا نهائي، عارف يعني ايه؟ انا مش هجيب لك سيره مباراه سان داونز. انت لعبت في الدوري 18 مباراه، استقبلت 7 اهداف. شوف ال7 اهداف
انا اجيب لك 5 اهداف منهم اخطاء مدافعين. اتفرج يا باشا اهو. خمس اهداف اخطاء مدافعين. المدافعين بتعمل ايه؟ انا مش عارف. ايه بقى خط الوسط اللي هيعمله في الكلام ده؟ قول لي انت، يعني مدافع واحد مع واحد، يعني مثلا زي مباراة الداخلية، رامي ربيعة مع تقريبا اسمه احمد رشيد، مهاجم الداخلية. احمد رشيد ضحك على رامي ربيعة وهوب طف جون اتعادل. مال بقى خط الوسط في الكلام ده؟ الكرة اتلعبت من البداية ماشي، خط الوسط ما ضغطش وما عملش فاول تكتيكي ماشي، بس المدافع دوره ايه؟ طب ما هو خط الوسط برضه بني ادم، مش ريبورت والله. والله خط الوسط دول بني ادمين بيغلطوا. المدافعين بقى ايه؟ مش المفروض يبقى هم مركزين؟ ولا دورهم ايه؟ ماشيين ورا خط الوسط وخلاص؟ خط الوسط غلط احنا ملناش دعوه. يا باشمهندس عدلي ما تقولش الكلام ده. انتوا مستخسرين تجيبوا مدافع محترم قولوا. انتوا ما تشيلوش الدنيا لخط الوسط. خط الوسط تعب، تعب مع النادي الاهلي، سواء بقى اهلي منتخب مصر. ايه ايه يا عم في ايه؟ مش كده والله. استاذ عدلي كمل. اذا كنت انت بتعاني من الكورات العرضيه اللي بيستفيد منها اصحاب الضربات الراس من الخصوم، فبتمنع من الاساس ان يترفع عليك كوره. ده خطتك تبقى كده. طب انا فرقه متفوقه في الشوتنج مثلا او في النقل، ازاي اوصلها لحد ال 18 بتاعي بالسهوله دي؟ هو دي مشكلتنا الحقيقيه. التنظيم الدفاعي لا سيء في النادي الاهلي من كاس العالم. ادينا مباراه طيبه لان في قدرات كانت. برضه عايز يشيل الليله لخط الوسط لو حمدي فتحي واليوت يعني. لو كرات عرضيه ما تخليش كرات عرضيه تتلعب عليك ماشي، وافرض الكره عرضيه اتلعبت. انت عمرك شفت في اي دوله في العالم مفيش كره عرضيه بتتلعب؟ ده لو عندهم اقوى خط نص في العالم اي فريق يخطر على بالك كره عرضيه بتتلعب عليه. ايه ايه نقل اي فريق بيتنقل عليه كوره، تسديدات اي فريق بيتسدد عليه كوره. سددت عندك خط دفاع كويس، حارس مرمى كويس، ما تشيليش الدنيا لخط الوسط. اصل ده كلام مش منطقي، ده مش كلام رئيس كوره، ده مش كلام قصدي رئيس شركه كوره بالنادي الاهلي. انت بتقول يا استاذ عدلي، يا استاذ عدلي اعقل الكلام قبل ما تقوله. احنا خلينا ايه للناس التانية اللي بنتريق عليها. استاذ عدلي كمل وادينا الصدمه اللي احنا مستنيينها. يلا بينا. بعدين كل واحد في ناديه نبتدي بقى نرجع للنادي الاهلي. ما انا عايز اصلح بس ما تعرقلنيش، ما تعرقلنيش بمليون حاجه. ما تعرقلنيش ان يبقى لي فلوس مش عارف اخدها. النادي الاهلي كل يوم والتاني بيمضي حقوق رعايه والناس تقول له هو انت بس مهتم بالرعايه وبالبتاع والانشاءات؟ لا، النادي الاهلي ما عندوش سيوله. تكتشف المفاجاه بقى. فين السيوله بتاعتنا؟ مش جايه في ميعادها. اسبابها ايه؟ لازم يبقى في توقف ان النادي الاهلي ياخد حقوق. مش طالب دعم هنا، انا طالب اخد حقي عشان اعرف اشتغل. النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم ينفق اكثر مما يحصل عليه، لان انت بتقول 2 مليار على 4 سنين يعني 500 مليون الرعايه. مصروفاتك تتجاوز 800 او 900 مليون، ما بين وتقترب من المليار، ما بين نشاط رياضي وكره قدم ورواتب وحاجات لا تتعدى المليار. كويس؟ انت ما بتحصلش على حقوقك في التوقيتات اللي تفيدك. فزيك زي الانديه اللي بيقول لك مش مستقره. لما تيجي تحط ايدك في جيبك ويبقى عندك اقساط عايزه تدفع او دفعات للعيبه او مستحقات للاجانب، ما حصلتش قبل كده. انا بقى عندي كل الدخل ده، لكن حقيقه الامر انا رصيدي ايه في البنك؟ سيوله. فين الناس اللي لازم تديني حقي بقى؟ اديني حقي، مش طالب حاجه دلوقتي، مؤقتا اديني حقي عشان اعرف اشتغل. بص انا جايب لك كده مقطع الصغير ده من كلام بقول لك اني معيش فلوس وبحط ايدي في جيبي والنادي وعليه
الفروع اللي بتتفتح للنادي الاهلي كل يوم فرعين، والتاني دول ايه بتفتحوا بالبركه. طب العقود الرعايه اللي بنمضيها ناخد ايه؟ زيت وسكر مكانها ولا ايه؟ انا مش عارف. انت بتقول ايه يا باشمهندس عدلي؟ يا استاذ عدلي، ما يصحش ان انت رئيس شركه كوره تطلع تقول ده. انتوا كده اثبتوا لنا. اقول ايه؟ المجلس الاداره كله شغال بالبركه، والله شغالين بالبركه. اسمع مني، هم شغالين بالبركه. هي ملهاش حل الا كده. لك اصل علينا لينا فلوس ومش عارفين نخلص ومش عارفين مش عارف ايه. لا ده في كمان لقطه دي عشان ما اطولش على حضرتك. بيقول لك انا كنت هتعاقد مع مهاجمين، كان في 3 مهاجمين، واحد برازيلي وواحد من غانا بيلعب في الدوري البرتغالي وموليكا، بس حصل ظروف وما تعاقدناش، واصل الوقت ما كانش في صالحنا. انت زمان يا باشمهندس عدلي بنفسك كنا بنتفاجئ اللعيب في تاني يوم في الاهلي. كان هوب محمد بركات، هوب محمد بركات في الاهلي. هوب اسلام الشاطر كان في الزمالك، هوب اسلام الشاطر راح الاهلي. هوب 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 هوب، الموضوع خلص. اشمعنى دلوقتي الاهلي بيتفاوض مع لاعب العالم كله بيعرف ان الاهلي دخل في مفاوضات مع اللاعب؟ ده عيب ايه؟ قول لنا انت ده عيب ايه؟ مش انت رئيس شركه كوره وكنت مدير التعاقدات قبل كده، مدير لجنه التعاقدات قبل كده؟ هو العيب فين؟ انت المفروض اكتر واحد تجاوبنا على الكلام ده. الاخبار دي بتتسرب منين؟ احنا ما نعرفش. بمناسبه ان انت بتقول الانديه ما بتسمع اسم الاهلي بتطلب ارقام فلكيه، طب ما هو طبيعي. انا واحد من الناس معايا لاعب الاهلي عايزه، هطلب ايه؟ هطلب اللي انا عايزه طبعا، وفي الاخر على حسب احتياجك انت. انت هتوافق باللاعب او لا؟ هتوافق بامكانيات الماديه ولا لا؟ بالمناسبه انا هقول لك كده معلومه بسيطه يمكن تايهه من حضرتك. 16/6/2015 النادي الاهلي تعاقد مع جون انطوي مهاجم نادي الشباب السعودي مقابل $1,000,000. بعديها بشهر 19/7/2015 النادي الاهلي تعاقد مع مليك ايفونا مهاجم نادي الوداد المغربي مقابل $2,000,000. يعني الاهلي بيتعاقد مع 2 مهاجمين $3,000,000 في كام؟ 2015. تاخد بالك من امتى؟ من 7-8 سنين. 7-8 سنين $2,000,000 مليك ايفونا. مهندس محمود طاهر جاب اللاعبين دول في 2015. 2016 5/8/2016 النادي الاهلي ينجح في ضم جونيور أجاييه من الصفاقسي التونسي مقابل €2.5 مليون. السنة اللي بعديها مهندس محمود طاهر 7/6/2017 النادي الأهلي ينجح في ضم مهاجم دفاع الحسن الجديدي وليد أزارو مقابل $1,300,000. يعني من 6 سنين فاتوا انت جايب لي برونو سافيو بنفس سعر 6 سنين فاتوا. العيب فين بقى؟ قول لي. انا وحضرتك قول لي العيب فين. انا جايب لك ارقام من 6-7 سنين وانت جايب لي ارقام دلوقتي. تقول لي فرق العمله؟ طب مع احترامي لحضرتك، انت هتجيب برونو سافيو او لويس ميكيسوني او ما هو لاعب على قد حالاتك، على قد فلوسك. مع احترامي ليك، لاعب على قد فلوسك. هتدفع 2-3 مليون دولار هتاخد لاعب على قد فلوسك. تدفع 5-6 مليون دولار هتاخد لاعب الامكانيات اللي انت عايزها. فلوسك هي اللي تحكم. عقود رعايه جايه لك، هتقول لي بقى معيش فلوس. انت جالك عقود رعايه ب 2 مليار 500 مليون في الموسم، $2,000,000 مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، $400,000 مشاركه علي معلول وبدر بنون في كاس العالم مع منتخباتهم. ايه؟ مفيش فلوس اهي. امال ايه بقى اللي تقول لي معيش فلوس؟ يا جدعان اتكلموا بالعقل، بلاش تضحكوا على الجماهير كده. والله احنا بنفهم كوره. انتوا متخيلين الناس ايه؟ ان هتقولوا اي كلام الناس هتصدقوا؟ لا طبعا، الناس عارفه الحقيقه فين. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. السلام عليكم ورحمه الله.